السلام عليكم، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض حواوشي، حواوشي سهل جدًا وسريع، هنعمله من غير لحمة ومن غير فراخ، هنعمله إن شاء الله بالبيض والخضار. أول حاجة معايا عيش بلدي وكمان معايا فلفل أصفر، جبنة موتزاريلا، فلفل أحمر، فلفل أخضر، جبنة بيضا، جبنة رومي، طماطم، معايا بيضتين. طبعًا الجبن المتوفرة عندِك، ممكن تحطي جبنة بيضا بس، كمان ممكن تستخدمي بيضة واحدة بس طبعًا دول رغيفين فكانوا يعني كويسين جدًا فيه. الحشوة دي كمان ممكن تعمل 3 أرغفة. ممكن كمان تكتري البيض على حسب ما انت حابة. هنبتدي ان احنا نفتح العيش زي ما بنعمل للحواوشي بالظبط، علشان ندخل الحشوة كلها في قلب العيش ده. هنعمل الرغيفين بنفس الطريقة. طبعا بيفضل ان احنا نستخدم عيش بلدي، الحواوشي بيتعمل بالعيش البلدي. كمان هنجيب طبق هنعمل بقى فيه البيضتين، وكمان هنحط بقى سنة فلفل أسمر يعني حاجة بسيطة خالص. وهابتدي إني أفضّي كل الخضار اللي أنا مجهّزاه. طبعًا إحنا ممكن نستخدم فلفل أخضر بس لو مش متوفر عندِك الفلفل الألوان. كمان ممكن نستخدم جبنة بيضا بس، يعني ممكن نستغنى عن الجبنة الرومي والموتزاريلا. فلو متوفر عندِك ضيفيه، مش متوافر مش تضيفيه يعني الوصفة مش هتُقف عليهم خالص. هافضّي بقى المكونات كلّها، وبعدين هابتدي إني أقلّب بقى المكونات دي كلّها في بعض كويس جدًا. أنا مش ضِفت ملح خالص، اكتفيت بالملح اللي موجود في الجبنة الرومي. كمان لو أنتِ هتحطّي جبنة بتكون حادقة شوية، برضه ممكن تستغني عن الملح. يعني أنا الساندويتش ما كانش حادق خالص، كان الملح بتاعه مضبوط. طبعًا لو أنتِ بتحبّي الملح زيادة ممكن تضيفي شوية من الملح. بعد ما قلبتهم كويس جدًا واتأكدت إن كل البيض اختلط مع باقي الخضار، هابتدي إني أجيب العيش وابتدي إني أحشي بالراحة خالص علشان الرغيف ما يتهريش معايا وما يتفرتكش. هاحشي بقى من جوّه كده وأدخّل الحشو كويس. طبعًا أنا ممكن أحشي الكمية دي في 3 أرغفة زي ما أنا قُلت. الحشوة دي كانت يعني حلوة جدًا مناسبة جدًا للرغيفين، فإحنا ممكن نقلل الحشوة في العيش ده ونعمل كمان واحد لو إحنا حابين. هاخلّص بقى الرغيفين كده كلّه حشو بنفس الطريقة، وبعدين في طاسة بقى سخنة على النار، هاحط بقى مكعب كده من الزبدة، حتة بسيطة خالص من الزبدة زي ما انتم هتشوفوا كده، وهابتدي اني اسيحها بقى كويس جدا واحط فيه الرغيف. طبعا العيش هحطه وبعدين هغطيه بغطا كده علشان ما يبتديش يعني ما يبقاش لسه طري. انا عايزه بقى البيض يستوي كويس جدا، كمان العيش يبتدي انه يتحمص معايا زي الحواوشي بالظبط. فهبتدي كل شويه هبتدي ان اقلب فيه، وهاجي في الاخر هشيل الغطا علشان ياخد اخر تحميصه كده. وطبعًا تعملوه زي ما أنتم حابين، حابينه طري يعني ما تسيبوش لحد ما يتحمص. أي حاجة بقى تُقع في قلب الطاسة كده نبتدي إن إحنا نشيلها علشان ما تتحرقش معانا وتبتدي تعمل دخنة. زي ما أنتم هاوريكم كمان قد إيه الجبنة ساحت بقى في قلب العيش والبيض كمان، بس هو سخن جدًا. كل حاجة ساحت وكمان الخضار. لازم ان احنا نوطي النار خالص، يعني نخلي النار هادية علشان الخضار يستوي والفلفل والطماطم، نخلي كل حاجة تاخد سواها. يعني ما نطلعش الساندوتش ان هو يعني ني. ده بقى شكله بصوا الحواوشي بعد ما استوى. شايفينه شكله روعة بصراحة، حلوة قوي. هبتدي بقى ان انا اقطعه كده معاكم وهوريكم قد ايه ساندوتش لذيذ، فعلا يستحق التجربة. ولادك هيحبوا جدا الخضار اللي انتي هتكوني ضيفاه في قلب الساندوتش ده. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم اي حاجة متوفرة عندك تضيفيها، ممكن كمان لو متوفر لانشون تضيفي لانشون في قلب الساندوتش ده، هيدي برضو طعم حلو جدا. انا مش عارفة هنا افتحه من كتر ما هو يعني سخن قوي، بس هو بصراحة روعة وكل حاجة كانت مستوية فيه. هبتدي برضو اقطع باقي الساندوتش التاني.
هاوريكم بقى شكله، يعني بصوا ما يختلفش عليه اتنين، ما يختلفش خالص عن الحواوشي. احنا بنضحك بقى على نفسنا، بس الصراحة يعني هو مش هيقارن ساندوتش الحواوشي باللحمة، بس هو كان حلو جدا. يا رب ان انتوا تجربوه، وكمان تشوفوا الفيديو للاخر، ولايك وشير وسبسكرايب علشان القناة تكبر، وطبعا كومنت حلو بقى لو الفيديو عجبكم. علشان طبعا الكومنتات بتفرق معايا جدا، وبتعرفني ان انتوا حبيتوا الفيديو بتاعي وكمان شفتوه. ولو حابين اي وصفة جديدة قولوها لي، صيف بقى ومصايف ورحلات. فلو حابين اي حاجة سريعة كده قولوها لي، وان شاء الله احضرها لكم. حاطين بقى شوية بقدونس كده على الوش، يكسر بس اللون، شكله روعة. جربوه هيعجبكم جدا. واشوفكم فيديو جديد، مع السلامة.